بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخرج من هذا الفيديو إلا وتقول سبحان الله. الزمالك تخصص بيراميدز، وبيراميدز تخصص النادي الأهلي، والنادي الأهلي تخصص نادي الزمالك. إيه النظرية الملعبكة دي؟ الزمالك حظه عالي على بيراميدز، وبيراميدز حظه عالي على النادي الاهلي، والنادي الاهلي حظه عالي على نادي الزمالك. مقارنة غريبة ونظرية عجيبة بصراحة يعني. مبروك لجماهير نادي الزمالك اللي هي ما راحتش، واللي هي راحت، واللي هي موجودة، واللي هي حضرت المباراة. وهنا انا عايز بس اقول حاجة لألتراس نادي الزمالك، اللي هو سبب من اسباب ان الزمالك يبقى متصدر لغايه دلوقتي. انتوا بتدوا فرصه كده للناس ان هم عرفوا ان انتوا مش هتروحوا وتأزروا نادي الزمالك في استاد الدفاع الجوي، فكل ماتش هيتعمل عليه لغط هيودوه لك الدفاع الجوي عشان الجماهير ما تحضرش. انتوا كده بتدوهم الفرصه دي بس كنت حابب اقولها، بس خلي بالكم من النقطه دي. نرجع للمباراة. الزمالك بدأ بداية قوية جدا جدا جدا، وحط كورة محمد شحاتة في العارضة، لو دخلت كان اللقاء ده هيبقى ضرب نار من أولها. وبعد كده بقى في واحدة لزلاكة لو حط رجليه في الأرض، بعد كده في واحدة لبزيرة اللي هو الانفراد وعايز يعملها من فوق أحمد الشناوي، وواحدة بعد كده برضو لبزيرة لازم كان يعملها بالعرض، واحده طبعا لناصر منسي، بس ما نعرفش اذا كانت دي اتحسبت فاول ولا لا، بس انا اعتقد ان هي بعديها اتحسبت فاول. وفي واحده تانية برضو انفراد لناصر منسي، برضو مش عارف اذا كانت اوفسايد ولا لا، اللي هو برضو راح وحطها نفس الكره اللي هو ضيعها الاولانيه. فما نعرفش بقى لان الحكم بعدها صفر على طول. ده مجمل الشوط الاولاني، الزمالك متسيد، الزمالك راكب الجيم. بس هنا بقى عايز اقول لنادي لمعتمد ان انت لو من البدايه مقعد عبد الله السعيد انت كنت هتكسب الماتش ده مستريح، وفتوح لعب في الحته دي والله كنت هتكسب، بالذات الشوط الاولاني لان كان فيه مساحات، وفرقه بيراميدز لسه ما دخلتش اللقاء. كان اسيست ولا اتنين من اللي اتعملوا من فتوح الشوط الثاني في الشوط الاولاني كنت ضمنت المكسب من بدري. ولكن هي دي النقطه الوحيده اللي انا بصراحه واخدها عليك يا كابتن معتمد النهارده، ان انت بدأت بعبد الله السعيد. ومعلش ما حدش يقول لي ما اعرفش ايه ده عمل اسيست الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني في بدايته، حاجه تهلك من الضحك بصراحه يعني. ما اعرفش راجل بيتخانق معاك الماتش اللي فات ومعترض على التغيير، ما تقوليش قعدت وصالحت وهو جيت اسف والكلام ده. انا بكلمك بمنتهى الامانه، ما بخافش، وانت عارف ان عبد الله عالى على فرقه نادي الزمالك. قلت لك ممكن تنزله النهارده اخر ربع ساعه يمسك، مع ان مش هيمسك، بس يمسك كوره وبتاع والكلام ده اخر ربع ساعه، واخد بالك؟ انما ما يبداش يقعد 60 دقيقه ولا 70 دقيقه يلعب. والماتش ده بالذات في نص الملعب عايز مكن. انت بتلاعب اقوى فرقه في افريقيا، مش هقول لك بقى بتلاعب مثلا لا، ده فرقه بتنافسك وماشيه معاك، واقوى فرقه في افريقيا، عايزه لعيبه مكن بيجري 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 بيجري، مش لعيب اللي هو بيقف ويستنى وتفكيره، لان السن والحركه والمرونه والرشاقه قلت عنده. فانا بوجه لك نداء، قعده واستفيد منه اخر ربع ساعه تلت ساعه، والله هتمشي زي السكينه في الجاتوه لو انت قعدته واستفدت منه اخر ربع ساعه. وبرضه بشكرك على ان انت ما طلعتش بزيرة الا اللي انت بتطلعه في اخر ثانيه عشان تستهلك الوقت، وده حاجه. هنا بقى في نقطه للفار. الفار في الكره الاخيره بتاع كريم حافظ، انا بتكلم على الفار اهو، ودي عدت، معرفش عدت ازاي، يبقى انتوا مش شايفين شغلكم كويس. الراجل داخل هارس من ورا بزيرة في الدقيقه الاخيره قبل ما يخرج بزيرة، الراجل هارس وعامل معاه فاول هارس. لازم كان الفار يجيب الحكم هنا ملوش ذنب، لازم الفار يجيبه زي ما جبته في ضربه الجزاء كده، وتيجي تقول له تعالى الراجل دوت داس على رجل بزيرة من الخلف، فالراجل دوت لازم ياخد طرد.
الشوط الثاني طبعا بزيرة عمل سبرنت من على ال 18، شحاته بيحطها له بيروح انفراد، لولا احمد الشناوي اللي النهارده لو ما كانش هو موجود كان البيراميدز شال 3-4 في كام كوره كده. احمد الشناوي سواء بيطلع يجليها يعديها لان هو شايف، او اللي هو الانفرادات اللي صدها، سواء حتى في الكوره اللي هي في الانفراد الشوط الاولاني بتاعت بزيرة، لو اي حد تاني كان هيخش فارش وكانت هتتعمل من فوق، فهو بزيرة كان عاملها كده ان الجون هيخش فارش فهو يحطها من فوق، واخد بالك، غير الانفراد بتاع بزيرة. فعايز اقول ان احمد الشناوي النهارده يعتبر نجم الفرقه بتاعت بيراميدز. في نادي الزمالك النهارده بزيرة، وحط بقى 5000 خط تحتيها، ما نشوف بقى مين هيدوها لمين. انا لا طبعا انا بعمل فيديو بعد المباراه على طول، ما اعرفش مين هياخد راجل المباراه، ولكن بزيرة النهارده بيلعب فرقه بيراميدز لوحده هو احمد فتوح، بالامانه بتاعت ربنا، احمد فتوح وبزيرة. طبعا الديفنس بيموت نفسه، بيطلع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد ومش عارف محمد صبحي من وراهم وكل الكلام ده حلو، بس النهارده مكمن الخطوره في نادي الزمالك بزيرة. عشان لما نقول كده الناس بتزعل، لما بنقول الكلام ده الناس بتزعل والناس بتتضايق. طب ما انتوا عندكم الراجل بتاعكم في اخر دقيقه لو عمل الكروس في 7 من لعيبه الاهلي اي حد هيحطها، راح قام جاب يضيع وقت الفرقه زد حطها في السماء. فهنا الفرق، هنا الفرق بقى بين راجل بيلعب كرة للكرة وفي راجل عايز يلعب الكرة للقطة، مفكر ان هو لما هيجيبها جون هيروح يبقى ويقلع الفانيلا ويقعد يعمل لك كده ويعمل والحاجات بقى اللي هي ايه فبنقول ان بزيرة النهارده لازم ياخد راجل المباراة، بنتكلم بجد. بعديه يجي احمد فتوح، بعديه يجي معتمد جمال، بس هي النقطة بتاعت عبد الله السعيد يا كابتن معتمد، ما تخافش. لو انت بتعمل كده فانت بتعمله على تاريخك اللي انت بتعمله، بل بالعكس ان هو لو قعد ونزل بعد كده انا بقول لك هتاخد من عبد الله السعيد لو قعد، لان هو بيبقى حمله كله ان ازاي اكمل ال 90 دقيقه، فبيوزع جهده عشان ان هو ما يتعبش، فعشان كده ما بيبانش. يعني عبد الله السعيد قبل ما يجي نادي الزمالك ولما راح بيراميدز كان بيلعب الكوره اللي هي المعلم، فاول يروح يشوطه، ضربة جزاء يروح يشوطها، واخد بالك، فبرضه كان عامل زي واحد برضه قبل ما يمشي من نادي الزمالك. فهنا لما يجي نادي الزمالك الفترة اللي فاتت دي بالأمانة، يعني هو كتير قوي ان كان يعني يبطلوا، كان بطلت شيكابالا لازم تبطل عبد الله، مع كل الاحترام لتاريخه، مع كل الاحترام لتاريخه. زي ما انت قدرت على شيكابالا اللي هو كان نجم الشباك، كنت لازم مع ده وخلي اللعيبه الصغيره دي ولا حد يزعق ولا حد يزعل ولا حد يتنرفز وهو بيتغير، وتشيل انت كمدير فني من دماغك الحته دي، لان كل ما بيبقى فيه لعيبه كبيره في الملعب او في الفرقه بيأثروا على المدير الفني، وده اللي بيحصل في النادي الاهلي. انا بكلمك عايزين يلعبوا النجوم والصفقات على حساب اسم وتاريخ النادي الاهلي، عشان كده الفرقه كلها كل واحد بيقول لك انا، فعشان كده ما بقاش فيه التيم وورك او العمل الجماعي اللي هو بيخدم الفرقه، لا كل واحد عايز هو اللي ياخد اللقطه. وعشان كده والنيات طبعا ضاعت بعد موضوع الصفقات اللي حصلت دي، فرتكت اوضه اللبس، واللي يقول لك غير كده يبقى كذاب. ليه؟ خلت النفسيات كلها شايله. عشان كده امبارح اول مره في التاريخ، وانا نسيت اقولها امبارح، اول مره في التاريخ ان النادي الاهلي يضيع 7 فرص وهو في حلق الجون. 7 فرص عمرها ما كانت بتبقى رايحه كورنر وتخبط في المدافع وتغير اتجاهها تروح في المقص، تخيل. على العموم مبروك لنادي الزمالك، نادي الزمالك عمل مباراه كبيره، نادي الزمالك استحق صداره الدوري بجداره وبرغيف وبقرص طعميه. تخيلوا شابوه للاعيبه الزمالك والمدير الفني وقبلهم جماهير نادي الزمالك. بس مبروك للزمالك، سلام عليكم.